السلام عليكم. من اسهل والذ وابسط الوصفات اللي تقدري تعمليها، مش بتاخد وقت منك ابدا وانتي بتعمليها، سهله جدا. نعملها في حله واحده، نتيجتها فعلا رهيبه. كفته داوود باشا هنعملها النهارده بطريقه احترافيه. هنقول كده على شويه تكات صغيره فيها، او حاجات بسيطه كده هتطلع الكفته معاكي بامر الله رهيبه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. نسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف هنعمل مع بعض كفته داوود باشا الرهيبه ازاي. يلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نضغط لايك ونصلي على الرسول، ويلا بينا نسمي الله. اول حاجه انا هنا استخدمت نص كيلو من اللحمه المفرومه، تمام. يكون في نسبه من الدهن كده بسيطه، ما تكونش نسبه الدهن فيها عاليه. في بوله بقى كده، وهنبدا ننزل باللحمه وعليها بصلايه كده متوسطه الحجم، تكون مبشوره ناعم او مفرومه ناعم، تمام. ما نصفيهاش من الميه، لان انا هنا استخدمت عليها معلقتين من البقسماط، والبقسماط بيشرب اي سوائل في البصل. البهارات بتاعتك بقى، عندي بقى خلطة التوابل هنا. عندي معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة كده من الكمون، ومعلقة من الزنجبيل البودر، ورشة كده بسيطة من بهارات اللحمة، تمام. هنخلطهم بقى وننزل بيها كويس، ونعجن بقى الكفتة كويس جدا. انا هتعجنيها لحد كده ما الانسجة بتاعتها تظهر معاكي، او الخيوط اللي في اللحمة كده تظهر معاكي، عشان كده استحالة تفك. ويفضل طبعا ما تزوديش البقسماط، هما معلقتين اتنين من البقسماط على النص كيلو، تمام. لو زودتي البقسماط هتشقق معاكي وهتفك معاكي، فاستحالة ان هي تظبط معاكي. فهم معلقتين بس على النص كيلو من اللحمة، تمام. هنعملها كور بقى كلها كده حجمها متساوي، والطاسة بتاعتنا على النار. هننزل بحوالي 3 معالق كده من الزيت، نسيبهم يسخنوا كويس قوي، ونبدأ بقى ننزل بالكفتة بتاعتنا كده بالتدريج، علشان ما تبردش الطاسة وتنزل السوائل اللي جواها. انا لازم انزل بيها والزيت سخن جدا، تمام. هننزل بيها بقى وهنسيبها حوالي دقيقتين 3 كده، ما تقلبيهاش وتيجيش يمها خالص. اول بقى ما تهز الطاسة كده وتحسي ان هي فكت من الطاسة، هتبدأي بقى تقلبيها، تمام. لو لقيتيها لسه لازقه في الطاسه كده او ماسكه في الطاسه، سيبيها ما تحركيهاش او ما تقلبيهاش عشان ما تفكش منك، تمام. ابدأي بقى قلبيها على كل الاتجاهات كده، او كل النواحي، لحد ما تاخد اللون القمر اللي انت شايفاه ده. انا عايزاها تاخد اللون من كل النواحي بالشكل اللي انت شايفاه. ما شاء الله، ابسط ولا اسهل من كده، تحفه جدا، تمام. هي كده ما استوتش السوا الكامل، احنا لسه هنكمل تسويتها كده في الصلصه. بس هنا انا بتاكد ان هي خدت لون من كل الاتجاهات، عشان تاخدي احلى والذ واطعم بقى طعم للكفته، تمام. بعد ما اتاكدنا ان هي خدت كده كل اللون من كل النواحي، هنشيلها بقى كده في طبق كده على جنب. وفي نفس الطاسه بقى اللي اشتغلنا فيها، مش هنغيرها، في نفس الطاسه اللي اشتغلنا فيها هننزل ببصله مبشوره ناعم، تمام. هنا بقى في مدرستين، في ناس تقولك تعملها بالثوم، في ناس تقولك تعملها بالبصل. بصراحه انا بحبها جدا بالبصل، بيبقى طعمها اطعم بكتير. لو انت حابه تشيلي بقى البصل وتستخدمي الثوم، براحتك، على حسب طبعا ما انت بتحبي طبعا تفضلي البصل او الثوم. انا هنا استخدمت بصله مبشوره ناعم. هنقلبها كده على النار لحد ما تدبل، بس كده انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تدبل كده وتتشوح، ويعني تاخد اللون الاصفر البسيط اللي انت شايفاه ده. نبدأ بقى نضيف عليها كده حبايتين من الطماطم. انا هنا بشرتهم ناعم بالمبشرة، تمام. تقدري تضربيهم في الكبة. انا عايزاهم كده مبشورين، مش عايزاهم معصورين في الخلاط، وبيفرقوا جدا جدا في الوصفة او في الصلصة بتاعت الكفتة، تمام. لو حابة بقى حباها سبايسي، هتضيفي كده قرن من الشطة الحامية او الفلفل الحامي، بيديها طعم حلو جدا. لو انتي مش حابة تكون سبايسي، هتضيفي فلفل بارد. وهتقلبي بقى الحاجات دي كلها كده مع بعض، وهنسيبها كده تاخد مع بعض 5 دقايق. وننزل طبعا بالطماطم، عصرين الطماطم كويس قوي، ونسيبها بقى كده على النار شويه تتسبك. انا عايزاها تقصر، او حجمها كده يقل، انا مش عايزاها بالحجم اللي انت شايفاه ده، انا عايزاها كده تقصر او تتسبك شويه. هننزل بقى بمعلقه من السكر، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، ومن الفلفل الاسود، وبابريكا شويه كده من بهارات اللحمه، ونقلبهم كده مع بعض، ونسيبهم بقى يتسبكوا كده شويه. وبعدين هننزل بالكفته بتاعتنا. اول ما تحسي بقى ان هي اتسبكت كده وحجمها قل، او حجم الصلصه بتاعتك قل، دخلت في مرحله التسبيك، هننزل بقى بالكفته بكل بقى الجوس اللي نزل منها كده، وكل السوائل العصاره اللي نزلت منها. متخلصيش من حاجه، هتنزلي بيها، بتديها طعم ونكهه حلوه جدا. وهنسيبها بقى تكمل تسويتها في الصلصه، بتاخد كده حوالي 10 دقايق. وطبعا بتتابعيها وتشوفي قوام الصلصه قدامك، تمام. ما شاء الله، انا مش عايزه اقول لكم بقى، الريحه تحفه، الطعم حكايه، جربوها. وكده الكفته بتاعتي استوت وبقت تمام. ما شاء الله على الجمال، مفيش ابسط ولا اسهل من كده.
الصلصه دي عايزه اقول لكم بتبقى رهيبه، طعمها حلو جدا مع رز بشعريه بقى، عايزه تقدميها مع شويه مكرونه زي ما انت تحبي. تمام، جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بجد الوصفه النهارده سهله جدا وبسيطه جدا. لو لسه بقى ما ضغطتوش لايك اتمنى تحطوا لي لايك، ولو اول مره تشرفوني يسعدني ويشرفني وجودكم معايا. يا ريت تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم.